السلام عليكم شبابنا شباب الثانوية العامة، أهلا بكم في أول حصة أو أول مايكرو ليسن معايا ليكم. إن شاء الله إحنا سميناه ليه مايكرو ليسن لأنه بيبقى درس بسيط صغير مش طويل، ما يقرب من 10 ل 15 دقيقة. من خلاله بتعامل على نقطة معينة أو جزئية معينة في المنهج بتاعنا، منهج الثانوية العامة في اللغة الإنجليزية. معاكم مستر متولي الشاذلي، معلم لغة إنجليزية خبرة ما يزيد عن 25 سنة في التدريس. شعاري في التدريس بشكل عام كلاسيكية التدريس وعصرية الأداء والأدوات. يعني إيه؟ يعني إيه كلاسيكية؟ كلاسيكية لأن قديم، بقالي ما يقرب من 25 سنة في المجال. عصرية الأداء والأدوات لأن الحمد لله بفضل الله طورت نفسي كتير وخدت شهادات كتير تدعمني كمدرس زي السلطة والتفا. our first micro lesson إن شاء الله هيكون درس فوكاب، مش درس كامل ولا حاجة، هو جزء صغير بعض الكلمات المهمة في يونت 1. أوكي، بس من خلال الدرس ده إن شاء الله هتلاقوني بعلق كتير على إزاي هنذاكر الإنجليش بشكل عام والفوكاب بشكل خاص، لأن الهدف دلوقتي إن احنا نحط استراتيجية شغلنا واستراتيجية مذاكرتنا إن شاء الله. في نوع من السبين عندنا 4 أنواع: سبين باي اوميشن، سبين باي كوميشن، والنوعين التانيين اللي هم سبين او سبورتنج سبين واوبوزنج سبين. 4 انواع. طب يا مستر الكلام كتير قوي، انا مطلوب مني احفظه؟ لا، امال المطلوب ايه؟ اقراه. لو قدرت تقراه يبقى جميل جدا، لو قدرت تاخد سكرين شوت وقريته تاني تبقى رائع. طب لو ما قدرتش، انت مش فهمت؟ خلاص مش عايز منك حاجة تاني. ممكن بعد كده تبدأ تذاكر الكلمة بمعناها العربي. لازم يا شباب مرحلة الحفظ يسبقها مرحلة الفهم. مفيش فهم يبقى مفيش حفظ، ملوش لازم، ما تتعبش نفسك. اوكي، يبقى احنا لازم المرحلة الأولى أفهم، وأظن ان احنا وصلنا للفهم. المرحلة الثانية خلاص أحفظ، لأن لازم على فكرة الحفظ ده لازم ضروري. حتى لو كنت بتذاكر ماث، رياضة، أي حاجة، فيزيكس، لازم برضو لازم تحفظ. مرحلة الحفظ موجودة لا محالة، لكن لازم يسبقها مرحلة الفهم. اوكي، طيب نبدأ بقى. احنا فهمنا يعني ربما هنشوف يا مستر، مش عارفين. طيب تعالوا معايا وشوف check your understanding. نحاول بقى نشوف احنا B it supports artists، يعني تساند الفنانين and creators والمبدعين financially. لا، ما فيش financially. يعني ايه financially؟ يعني بشكل مادي. احنا اصلا ما بتدهمش فلوس، بتاخد حاجاتهم for free مجانا كده، فطبعا هي مش صح. بس يا شباب الحمد لله كده خلصنا الفيديو او السيشن او الماكرو ليسن الخاص بالفوكاب في الجزء بتاع النهارده. ان شاء الله نلقاكم بقى واشوفكم في الفيديو الجاي. تاني باكد ليكم انك لازم تاخد سكرين شوتس للحاجات اللي انا شارحها وتحاول تقراها تاني وتاني. وباكد احنا مش بنحفظ الديفينيشنز اللي انا حاططها دي خالص، لكن احنا لازم نقراها عشان نزود الوعي اللغوي، وده اللي هيخلينا ان شاء الله نجيب درجه كويسه جدا 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 في الاخر. شكرا لكم، السلام عليكم.